السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرتك من فضل حضرتك إذا كانت دي أول مرة بتشاهد القناة أو بتشاهدني، يا ريت حضرتك من فضلك تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد ننشره، وفضلا وليس أمرا تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل المشتركين معانا في القناة. على بركة الله نبدأ الفيديو. مع حضرتك النهارده فيديوهين اتنين لكلام بيردد غير مظبوط وغير صادق بالمره، ومره ادعاء ان الخليج العربي استوحى فكره فانيله الزمالك من 50 سنه عندهم. نسمع الكلام، واحلى تعليق هيجي لي، احلى 10 تعليقات هيجي لي هنشرهم باسامي اصحابهم. وشكرا. عارفين حضراتكم لما واحد يشتري حاجه وفي الاخر يحس انه وقع فيها فيقوم محل البضاعه، يعني زي مصطفى شلبي ده توتنهام كان عايزه، ده ليفربول كان طالبه. نفس الكلام اللي بيتكرر من السيد رئيس مجلس اداره نادي الزمالك اللي لسه مصمم ان النادي الاهلي كان بيتصل بمصطفى شلبي وهو بيوقع العقد وقاعد معاه، ومصطفى شلبي اللي ما ردش. وكلام مخالف تماما عن اللي قاله رئيس مجلس اداره نادي انبي، اللي قال ان اللاعب انتقل للزمالك رغم عدم رغبته في اللعب للزمالك. يلا نسمع السيد رئيس مجلس اداره نادي الزمالك مرتضى منصور، وهو برضه بيكرر وبيردد الكلام اللي بيقوله. مش عايز حاجه كتير بجد، عشان احنا دماغنا وجعنا اليومين دول، دماغنا وجعنا بجد. ده كفايه وش فرج عامر. فرج انا على فكره جايب لك يوم الجمعه ازاي الانتخابات كانت بتتزور، جايبها لك معايا ان شاء الله. الواد امام عاشور اصل عايز يروح الاهلي. يا جماعه عيب، انتوا بتضغطوا كده على مجلس اداره باكاذيب. شويه العيال دي باكاذيب. ده امام عاشور عايز يروح الاهلي، بعدين انت دلوقتي بتركب اي لاعب على النادي وتقعد تسخن دماغه. الواد لا في دماغه اهلي ولا في دماغه بتاع، لكن طول ما تقول ولا اوعى يمشي اي كلام في اي كلام. يا جماعه ما تمشوش على شويه العيال، الواد ابو ضفيره والواد الثاني اللي لا مؤاخذه. يخرب بيتك، يخرب بيتك، ده انت بيتك متحفر تحفير، متحفر تحفير. يالا مواضيع للناس العلقه اللي انت كلتها في اتحاد الكوره، وجيت بص الدماغ تاني بعد ما كلت علقه اي كلام. يقولوا لي مهيب بيعمل لي ايه؟ مهيب في ايه؟ انت هتقعد تفتي؟ ما تبعد عن نادي الزمالك. اصل امام عاشور في اي كلام اي حاجه. ويقول لك مصطفى شلبي قال انا ندمان اني جيت الزمالك. ده انت راجل محترم والله محترم. جيت الزمالك، يا ريت كنت استنيت لي يناير كنت رحت الاهلي. يا جماعه مصطفى شلبي قاعد في مكتبي الاهلي كلمه 100 مره، قال انا زمالك، وراح اتخانق مع رئيس نادي انبي راجل صديقنا، عمل معاه خناقه جوه وهم عارفين طبعا بتوع انبي، وعمل نفسه مجنون. انا مش هلعب الا في الزمالك. عيب بقى بجد، عيب عيب. انتوا بتجيبوا على الواد منين؟ هبد هنا وهبد هنا. واجي اطلع اتكلم انا مثلا يوم خميس او جمعه يقول لك هو بيتكلم ليه؟ هو انا اسيبك انت تقعد تخرف انت وهو وتهدموا لي الفريق وتقول لي بيتكلم ليه؟ فان شاء الله احنا ميعادنا الجمعه ان شاء الله. يا جماعه هنا ونقطه بكده انا جوزاء. وبعد انتهاء المفاوضات وانتقال اللاعب في مداخله تلفزيونيه للشريعي رئيس مجلس اداره نادي انبي مع مجدي عبد الغني، صرح وقال ان الاهلي كان توقف عن المفاوضات، وان اللاعب رايح نادي الزمالك رغم عدم موافقته للعب للزمالك. نسمع بقى المداخله كامله مع الشريعي ومجدي عبد الغني، وقال ايه وبيكذب الكلام اللي احنا سمعناه من مرتضى منصور. الصفقه تمت ازاي؟ يعني قول لنا الموضوع جه ازاي بعد اذن حضرتك. مصطفى شلبي الاهلي كان بيتكلم، حصل فعلا كلام ولا نادي الزمالك حسم الصفقه بدري ولا يعني؟ اتفضل حضرتك لك الميكروفون. كان ليه عروض كتير. أيوة. طبعا كان من ضمنهم النادي الاهلي، وبعد كده دخل نادي الزمالك. طب هل تم اعلان ان اللاعب بيرغب انه يروح النادي الاهلي؟ هل ده كان اعلان حقيقي ولا ده تصريح منسوب لحضرتك؟ لا هو فعلا مصطفى كان بيرغب انه يروح النادي الاهلي، وبس
يعني ممكن برضو الرغبه بتاعته ما توافقتش في الاخر مع المعطيات اللي موجوده. وممكن تكون كمان احتياجات النادي الاهلي اختلفت، بتختلف بكل دراسه بيعملوها كل شويه. يعني الدنيا اختلفت وراح الزمالك. يعني القصه ملهاش دعوه بقصه اهلي وزمالك. لا يا فندم، احنا القيمه اللي احنا حددناها احنا خدناها من البدايه. من البدايه مش عايزين نعرفها. لا احنا تقييماتنا بتبقى ولا ممكن تقولها لنا؟ لا احنا وانتوا بعتوه باكتر من التقييم اللي كنتم مقيمينه يا ايمن؟ لا احنا اداره شاطره في التقييم اللي احنا حاطينه. اتباع بالتقييم اللي انتم محددينه. طبعا. تمام. تمام. حضرتك من فضلك اذا ما كنتش اشتركت بالقناه تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لكل المشاركين، وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.